الراجل قدم نفسه للناس إنه فقير، بس في الحقيقة كان مخبي في بيته رولز رويس بملايين، وكمان الخربوزة اللي كان بياكلها كل يوم كان سعرها يوصل ل$80,000 للرطل. الراجل ومراته كانوا في الأصل أغنياء جدا، لكن علشان يعلموا ابنهم التواضع قعدوا يمثلوا دور الفقر لمدة 18 سنة كاملة. الابن شارك في برنامج واقع علشان يخفف الحمل عن أهله. البرنامج ده بيخلي ولاد الفقراء يجربوا حياة الأغنياء. أول ما الولد دخل البرنامج، الأب والأم جهزوا له شنطة مليانة حاجات قيمتها ملايين الدولارات، بس الولد ما كانش يعرف إن الحاجات دي غالية قوي. أخدها معاه ووصل بيها لفيلا البرنامج الفخمة. المشتركين الأغنياء جهزوا للمتابعين وليمة فاخرة فيها رز ب$9,000 للرطل وفاكهة ب$10,000. المشاهدين اتصدموا وابتدوا يمدحوا. أثناء الأكل، ست غنية سألت الولد: الأكل عامل معاك إزاي؟ الولد رد بهدوء: زي اللي بناكله في البيت. الست ما صدقتش إن أسرته تقدر تاكل أكل بالسعر ده، والمشاهدين على الإنترنت اتهموه إنه كذاب. بعدها الست قدمت له شوربة مشروم. الولد قال: دي بشربها كتير في البيت. ولاد الراجل الغني قالوا له: ده المشروم ده ب$10,000 للرطل. لكن الولد رد: ده بيطلع بكثرة ورا البيت عندنا. المشاهدين قالوا: الولد ده بيكذب. ولاد الراجل الغني سألوا: طب في إيه تاني هنا عندنا في البيت عامل زي اللي عندك؟ الولد بص حواليه وأشار على الخربوزة. وش الراجل الغني اتقلب وقال: ده الخربوزة دي ب$80,000. الست الغنية اتعصبت واتهمت الولد بالكذب، بس الولد بسرعة قال: والله ما بكذب، أنا جايب نفس الخربوزة من البيت. ولاد الراجل الغني قالوا: طب وريها لنا. ساعتها الولد افتكر إنه نسي الهدية في البيت علشان الشنطة كانت مليانة. المشاهدين ضحكوا عليه. في نفس الوقت الأب والأم شافوا البث المباشر، وقال الأب بهدوء: لما يفتحوا الشنطة دي عمرهم ما هيهينوا ابننا تاني. وقام الأب يعرض قدام الكاميرا الحاجات الغالية الموجودة عنده، بس الأغنياء في البرنامج ما عطوش أي اهتمام، وقالوا للولد: ما تطلعش الحاجات دي. بعد شوية ولاد الراجل الغني قالوا إنهم رايحين الحمام وطلبوا من الولد يجي معاهم. هناك شافوا على الرف بتاع الفندق براد شاي قديم وعجبهم جدا. طلبوا من الولد ينزل ويتمرمغ على الأرض علشان يجيب البراد، بس بالغلط البراد وقع واتكسر. مدير الفندق شاف اللي حصل واتعصب جدا، لأن البراد كان ثمنه $100 مليون. ساعتها ولاد الراجل الغني كذبوا وقالوا إن الولد هو اللي كسره، ومحدش صدق كلام الولد. الأب والأم اللي بيتفرجوا ما قدروش يتحملوا، وقرروا يكشفوا هويتهم الحقيقية ويروحوا الفندق علشان ينقذوا ابنهم.